بينما ينقلب العالم على أوفر أبو صلاح والناس كلها مستنية حوالين العالم كله يشوفوا صلاح هيعمل ايه في العرض الخزعبلي اللي عمال يتعرض عليه ده، أبو صلاح يشاهد الفايكنج. وده ايه بقى 8 أجزاء، يعني هيفضل كده يتفرج عليه لحد ما يشوف اخركوا ايه ووصلتوا لايه. يا عليك وعلى مزاجك يا ابو صلاح، والله ده قربوا يشتروا ليفربول باللي فيه ويسموه ليفر جدة، وهو لا يبالي. بقول لكم قاعد منزل الستوري والله بيتفرج على الفايكنج ولا في دماغه. وكريستيانو بقى ايه خارب الدنيا كده يا ابو ترك، كده تصغرني، كده تعلي عليا يا ابو صلاح، كده تشمت اوروبا فيا يا شماتة ميسي فيا، وهو ولا هنا. ابو صلاح مترشح للكرة الذهبية للمرة السادسة، ومفيش حد فيكي يا وطني يا عربي عملها، ومش عارفين امتى هيظهر حد تاني يعرف يعملها. لا تقولي بقى محرز ولا ما محرز، مش عايزين الكلام بتاع الناس الهبلة ده. بس بقولك ايه، كل ده وابو صلاح برضه مش هيروح، مهما تقولي مش هيروح، وهتقول نادية عشري ايه. انت رأيك هيروح ولا مش هيروح؟ مش هيروح، ما ترسيني.